البوليزاريو كانت في البداية تريد تحرير الصحراء من قبضة الاستعمار الفرنسي. لابد من البحث عن قنوات سرية أو خلينا نقول غير علنية للتواصل مع قيادة جبهة البوليساريو ومع الأعضاء الفاعلين والناشطين في هذه الحركة. والغاية هي بحث موضوع التفاوض وإطلاق مفاوضات جديدة غادي تستقبل أمريكا هذه المفاوضات عندها في الأسابيع المقبلة وربما في الأشهر القليلة المقبلة، ولكن خص تهيئة الأجواء. لا بد من فتح هذه القنوات للوصول إلى طمأنتهم أولا، كسب ثقتهم ثانيا، ومحاولة فك ارتباطهم مع الجزائر ثالثا. سمعت البارح لتوفيق بوعسين في واحد الحلقة على الصحراء المغربية دارها البارح، والله لم أسمع في حياتي، ولي من الشجاعة نعترف بها بمنتهى المسؤولية، لم أسمع في حياتي تحليلا على درجة من الرقي والنضج السياسي، ماشي المعلومة الأكاديمية، لا 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 لا، أبهرني بذكائه في معالجة الأمر. وهنا يجب على الصحراويين الوحدويين أن يستغلوا علاقاتهم، إمكانياتهم، صلاتهم العائلية، ثرواتهم التي جمعوها خلال 50 سنة لتسهيل الاتصالات مع أبناء قبائلهم وإيجاد لغة حسانية مشتركة ومصالح مشتركة وأفكار جديدة لإقناع البوليزاريو بأنها لم تهزم. أبهرني في يعني ما يتمتع به من قدرة في الإقناع. للأسف على مدار ساعة كاملة لم يقل بوريطة سوى معلومتين لا أكثر بالنسبة لي. خلال ساعة كل هذا الحوار قال إن الملك تدخل شخصيا لدى أكثر من رئيس دولة لحشد التأييد للمشروع الأمريكي في مجلس الأمن، وفي الأيام الأخيرة معلومة هذه لم نكن نعرفها. وقال أيضا أن المغرب والجزائر لا يحتاجان إلى وساطة لأنهما يعرفان بعضهما البعض. نعم، هذا كلام باش ما يحرش الجزائر. الباقي بدات يعطينا الكرونولوجيا، كرونولوجيا يعرفها المختصون ولا تعني الرأي العام كثيرا. إذا احنا مازال في أزمة تواصل لدى النخب التكنقراطية ولدى وزراء هذه الحكومة. يا بنادم كيدير